وجزاكم الله خير. واشكر الجاهل اللي وكلوني اتحدث باسمهم، ولست احسن منهم ولست افصح منهم لسانا، كل واحد فيهم جاهل قامه اردنيه وشيخ عشيرته. اول شيء نقرا الفاتحه عن روح المتوفى الشاب. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. اخواني، هذا البلد الله حاميها ببركه جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ببركه الهاشميين، ببركه شعبه الطيب اللي حافظ على هذا الوطن وما خلى العدو يقعد بينهم. واحنا الان ضغوطات من برا على جلاله سيدنا لاجل القدس، وسيدنا يقول الاردن والقدس وفلسطين بعيونك زي عيون الثنتين، ما راح اتخلى عنها. واحنا كشعب لازم كنا زي ما قلنا له ابشر يا سيدنا، كنا نقول له ابشر يا سيدنا، لان احنا كنا لازم نكون يد واحده ونتكاتف مع بعض، واحنا بهذا البلد كنا اخوان وكنا اهل. تشرفت هذه الجاهه الى ديوانكم العامر، اول شيء تعزي عليكم، وثاني شيء تعزي عليكم باسم عشائر الحنيطيه عامه والجاهه الكريمه، وهو المصاب جلل. والله كنا متاثرين لانه هذا الحوادث تصير يوميا، لكن ما نقدر نقول غير لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الجاهه جايه لكم، ولما ضربتم العامره تطلب منكم عطوه باعتراف، وشو تروح عليها هي جاهزه، تنطونا صلح، تنطونا الوقت اياه، احنا جاهزين. شو انتم كرمكم العربي الاصيل، احنا ننتظر الرد ان شاء الله، ورجال مواقف والتاريخ ما يرحم. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن خير الكلام أيتها الجاهة الكريمة، وأقول لكم حللتم أهلا ووطئتم سهلا في جمعية سلواد، بيت كل السلاودة وبيت كل الأردنيين. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول لكم أهلا وسهلا. كما لا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة من حضور أهالي سلواد وأصدقائهم وأنسبائهم ومن حضر في هذه الجاهة، الذين كلفوني بأن أقف أمام جاهتكم الكريمة لأتحدث في مسألة الحادث. فأشكر أهلي وعزوتي أهالي سلواد الذين كلفوني بهذا الشرف. أيها الأحبة الكرام، يعني حوادث السير للأسف الشديد أيها الإخوة ما زالت تحصد الكثير من الأرواح، فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أبنائنا. يعني إذا نظرنا إلى حوادث السير في الأردن نجد أنها من أعلى النسب، يعني تفوق نسب أمراض السرطان والأمراض المزمنة. فبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة حقيقية من الدولة ومن أنفسنا، لأن أرواح الناس ليست لعبة، وهذه أرواح سبحانه وتعالى قدرها وقدر لها أقواتها. فكيف إذا يعني إنسان يخرج بكل بساطة لا يعود إلى بيته، تفقده أمه أو زوجته أو ابنه، فهذه والله يا أيها الإخوة الكرام هذه مصيبة. فنحن لنتقي الله في أنفسنا وفي أبنائنا، ومن كان يعني كلنا نسوق، كلنا نركب سيارات وكلنا معرضين لهذا الأمر. أما إن خالج هذا الحادث طيش أو إهمال فنحن نتوقف كثيرا عند هذا الأمر. إخواني الكرام، إحنا نرحب بكم مرة أخرى ونقول أهلا وسهلا بكم. إحنا مطالبنا كما يعني هي العادات وهي التقاليد التي تعارفنا عليها في أرض الأردن، أرض الحشد والرباط. يعني لن يخرج أهالي سلواد عن ما تم التعارف عليه بين الناس. فنحن نعطيكم بإذن الله تعالى عطوة اعتراف
لمدة شهر وتجدد في حينه بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا. اشرب يا أخوان. حياكم الله. كل الشكر لك سعادتك على الكلام الطيب. الله يكرمك. والله انه يعني احنا قلنا وفاة الشاب موجة على كل الأردنيين، لأنه والله احنا يوميا نفقد زهرة من زهرات الأردن من حوادث السير، لكن هيك ربك رايد، يقول لك إذا أراد نفاذ أمر سلب من دور عقولهم حتى ينفذ، خلاص هيك ربك رايد إنه هذا السائق الله يلهمه يلتهي ويندعس هذا الشاب، لأنه خلص انتهت ساعته، انتهى وقته، هذا أعطاه إياه هذا العمر والتاريخ والوقت والساعة انتهى، أمر الله نفذ. لكن احنا موافقين على العطوة وودنا من الله ومنكم بس نكفل السائق عشان يطلع يرتب اموره عشان موضوع الدية، لانه السائق محبوس وموقوف، وان تتكرموا علينا كفالته من المدعي العام بس لحين يدبر اموره، لانه تعرف ودي عشان موضوع الدية ان شاء الله. تفضل. الله يجزيك الخير ويبارك في عمرنا. الله يكرمكم. اخي الكريم، الاخوه اعضاء الجاه الكرام، يعني حضوركم والله شرف لنا، ونحن يعني نتشرف بحضوركم وبسماع اصواتكم وبطلتكم البهيه. لكن احبتي الكرام، يعني المصاب والله جل للامانه، يعني ابنكم هذا السائق الملك حسين، الملك عبد الله حاط له حراس وباكل وبشرب في السجن، احنا ابننا تحت التراب، وبالتالي عفونا من موضوع الكفاله. بارك الله فيكم. احنا حضوركم بشرفنا، لكن موضوع الكفاله يعني اتفقت العائله، عائله آل عياد، على انه لا يتم التكفيل الا حين الصلح، وبارك الله فيكم. حياكم. تفضل. جزاك الله خير والله يخلف عليك، وان شاء الله موافقين على العطوة، وابدا اللي تقولوه احنا جاهزين به. حياكم الله. حياك الله. حياك الله. اشرب قهوه، جدد القهوه يا شيخ. جزاكم الله خير. الله يجزاكم. الله يحييك. حياكم الله. عند الشيخ نجيبوا دلة ثانية قبل ما تقرأ الكلمة. مانعين الناس تصور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو قبل أن أبدأ بكلامي قراءة الفاتحة على روح المتوفى بإذن الله. الله يرحمه. رحمه الله وأدخله جناته. الله يعوض عليك. بادئ ذي بدء إخواني، أهلا وسهلا بكم بهذه الجاهة الكريمة، وكلكم جاهة، وصغيركم جاهة وكبيركم جاهة وكلكم أهل جاهة. أهلا وسهلا بكم جميعا. بالتشاور مع ابناء العموم بالدعجة قلنا احنا نوقف مع اهل سلوان بحكم الجيرة كما اوصى رسول الله، والقربة والنسب، وكلف الاخوان المحترمين مشكورين في هذه الجهة. رسالة الى اخواني اهل سلوان، انا حضرت في هذا الديوان عشرات الجهات وانتم اكرمتم الناس لله ورسوله، للتذكير وليس للتعليم. ثلاثة أمور لا تدخل موازين يوم القيامة: الصائمون والصابرون والعافون عن الناس، وأنتم الصابرون والعافون عن الناس. والله يا إخوان أنتم الجهة الكريمة، لو صار ضيم على السراودة احنا ندفع مع السراودة بالدم، واشهد الله عليه، واشهد مع الجماعة. بارك الله فيك. أنتم هذا الديوان قدم والله. هاي رسالة حق أحكيها باسم سلوات كاملة، إنه إذا في مجال أخي أو سهيل والأخوان إنه تكرموا الناس. شكرا لكم. شكرا. ما يهمنا هذه الجاهة الكريمة، وكما تكلم أخي أبو أحمد إنه كل شخص فيكم هو جاهة بذاته، فإحنا أهلا وسهلا بكم. كما يعني أتوجه إلى أهلي وعزوتي آل سلوان لأخبركم بأن أهل المتوفى
قد عفوا عن السائق وكفلوه، وان شاء الله بكره باذن الله تعالى يقوم احد اخوانه وبكفل السائق. ولكن هسه في ولكن هاي في وراها يعني وراها كلام. تبشر بالسعد. اخواني الكرام، احنا هذا دم اهالي سلوان كامل، وبالتالي حق دم هذا الشاب في رقابنا جميعا، في رقاب اهالي سلوان، وفي رقاب الشيخ عبد الكريم وجماعته، ونحن طيب. فاحنا حقنا عندك يا شيخ عبد الكريم، وعند الهملان عندهم ابو مشهور وعندهم محمد. ايوه، فهي احنا بشرفنا انه ما نفشلكم ولا نرد طلبكم، لكن بدنا نثبت حق الجماعه، وهذا حق يعني الله سبحانه وتعالى يحض على حفظ الحقوق. وانا يعني الان بدنا نثبت موضوع التكفيل على صك الصلح، على صك العطوه عفوا، ونثبت ايضا موضوع الحقوق وكفيل الوفاء وما الى ذلك. وبارك الله فيكم. حياكم. والله لو ما يدفعوا الحق ما اجيكم، والله لو ما هم متاثرين اكثر منكم، والله ما اطلع لواحد عطوه لباطل الا على حق. والله الجماعه انهم من شر من عندنا، وجماعه من زينه الاردن وزينه البلقويه، وجماعه محترمين ودفعين الحق. والولد لما توقف قال للمدعي العام، قال له مذنب، قال له نعم، واذا الشاب وراه عيال انا بتكفل فيهم على طول حياتي. شوف الولد شو قال قبل ما يكفلوا المدعي العام، قال له انا اذا هذا الشاب اللي مات في عنده عيال انا متكفل بيهم طول العمر. واقسم بالله زي ما قالوا اخوانه هسه على ما اقول شهيد. وابشروا، واحنا ان شاء الله لكم غير حق يوصلكم وزياده. تفضل الباشا خليل الطهراوي، تفضل. من شمعات الاردن وشاب من شباب الاردن، قد يجوز يوما من الايام نعتاز الدفاع عنا وعن ثرى فلسطين الحبيبه. انتم ايها الاخوه اهل سلوان المحترمين، سلوان انتم قدمتم الشهداء في فلسطين، واحنا عندنا قناعه وبنعرف لولا ما هذا الحادث قضى الله وقدره ما كان هذا التسامح والتساهل منكم، ولكن هذا قضى الله وقدره. ونحن كنا ابناء وطن، وكنا ابناء عائله وحده وعشيره وحده. والله يجزاكم خير الجزاء عن هذه الجاه الكريمه من جميع الضيافه، وبارك الله فيكم على هذا اللي قدمتوه. شكرا لكم.